أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من في قصصهم عبرة. مين ماشي معانا الرحلة كده من أولها؟ مين متابعنا؟ مين إيه في رمضان لسه الهمة عالية كده؟ مين ريح ومين لسه ما شدش أصلا؟ عايزين نركز كده في رمضان بيعدي أياما معدودات زي كده ما ربنا قال لنا، وعايزين كده ندخل رمضان نسخة نخرج منها يوم منه نكون نسخة أحلى كتير. يا رب إن شاء الله يكون راضي عنها. تعالوا نشوف النهاردة ايه القصة وايه اللي احنا عايزين نتعلم من الرسالة اللي جاية لنا النهاردة. ايه اليهود يا جماعة كانوا مؤمنين بنبي آخر الزمان ومنتظرينه، ولكن كانوا معتقدين ان هو هيجي منهم، من اليهود. فلما سيدنا محمد جه من العرب، ايه ده؟ ما جاش زي ما احنا عايزين، مش بالطريقة اللي احنا عايزينها، يبقى مش هنؤمن بمحمد خلاص، لا يبقى هنحارب محمد ومش هنؤمن بيه. لما جه بعد كده ربنا حكى لنا في القصة بتاعت بني إسرائيل لما جم في وقت كانوا حاسين بالضعف، فقرروا يجاهدوا بقى وخلاص لازم بقى نعمل حاجة. طلبوا من ربنا قائد، عايزين قائد، طلبوا من نبيهم خلينا كده احنا عايزين قائد. فربنا اختار لهم مين القائد؟ طالوت. طيب طالوت ده ما كانش ملك، هم كانوا مشترطين القائد ده يكون ملك. طالوت ما كانش ملك، فقالوا ده مش ملك ولم يؤت سعة من المال، ولا حتى معاه فلوس، معوش فلوس حتى. رفضوا متضايقين، مش ده اللي احنا عايزينه، لا احنا كنا عايزين يكون القائد بمواصفات معينة، يكون ملك. طب احنا مالنا لما نيجي نسمع احنا في 2024 القصة دي ونسمع القصة دي تاني؟ احنا بنبص على العقليات، بنبص على طريقة التفكير. ربنا بيورينا نموذج، بص شوف الناس دي كانت بتفكر ازاي. بدل ما تنتقدهم وتقعد تقول ايه ده دي ناس غريبة، بص جوه نفسك، هو انت بتعمل كده؟ هو احنا ممكن نكون زيهم؟ عندنا العقلية اللي بترسم لربنا الطريق، اللي بتتشرط على ربنا؟ لا احنا عايزينها تيجي بالطريقة دي وبالشكل ده. تعالوا نشوف أمثلة. عايزة اتجوز يا رب، وعايزة قصة حب فظيعة، وعايزة واحد، وعايزة يجي لها عرسان بس عن طريق جواز صالونات. لا انا لا يمكن اتجوز بالطريقة دي، انا لازم اللي اتجوزه اكون بتجوزه بالطريقة دي. مش انت طلبتي من ربنا من الحلال؟ انت مالك هيجي ازاي؟ مش دعيتي؟ سيبي ربنا يجيبهولك بالطريقة اللي هو عايزها. مرة واحدة كانت عايزة فلوس معينة لحاجة معينة، وحد من الناس القريبين منها الدنيا كانت ملخبطة معاها والفلوس مش بتيجي، فحد من الناس القريبة منها قال لها أنا هديكي الفلوس دي وأنا تمام وأنا مرضي. فضلت متضايقة وحاسة بالذل وحاسة بالإهانة وحاسة إنه ليه حياتي متقفلة وليه آخد من فلان الفلاني. قلت لها أنت ليه باصة كده؟ ليه مش باصة إن الرزق اللي أنت عايزاه ربنا اداهولك؟ بدل ما اروح اقول لربنا الف حمد وشكر ليك يا رب واسجد شكر ان ربنا حللي المشكله والرزق اللي انا عايزاه جالي، اروح اتضايق وازعل واحس بقى عقليه الندره والفقر وما جاليش وليه يا رب ما جاتش، والعقليه اللي بتتشرط على ربنا انا كنت عايزه الفلوس تيجي من الطريقه دي. هل ممكن يكون عندنا العقليه دي؟ هل ممكن كنت تبقي واقفه يوم مثلا في الشارع في مشكله، فرفعتي كده السماعه عايزه زوجك يجي يساعدك، فقال لك انا مش فاضي، شوفي باباكي شوفي اخوكي انا مش فاضي، وانت في المشكله حد ابن حلال كده في الشارع وقف عشان يساعدك، فانت لما روحتي عملتي ايه؟ قعدتي اليوم كله دمك محروق وتشتكي لطوب الارض، وانا احتجت له وما لقيتوش، وكلمته وما وقفش جنبي وما جيش يساعدني، والناس غريبه هي اللي وقفت لي. هي دي العقليه بتاعتك؟ يعني انت كنت عايزه المساعده، كنت عايزه النجاه، بس انت كنت قافشه تجيلك من جوزك، لما ربنا بعتها لك من طريق تاني بدل ما تروحي تشكري. فاكرين لما قلنا ولئن شكرتم لازيدنكم؟ فاكرين لما قلنا الشيطان هيخبي ويخليك ما تشوفش وتشوف، يعدكم الفقر ومش هيخليك تشوف الحاجات الحلوه اللي في حياتك عشان عايزك تبقى تعيس وعشان عايز ربنا يعذبك؟ طب ايه ده؟ يعني انا ممكن اكون برضو دي عقليه الشيطان عمال يبرمجني عليها ويخليني اكتسبها، وانا بقع في الفخ والغلطه اللي وقعوا فيها اني ما عنديش مرونه، عايزه انجح بطريقه معينه، اتجوز بطريقه معينه، الرزق يجيلي بطريقه معينه، اعيش بطريقه معينه. كل حاجه عندك طريقه وان واي، بس لو ما جاتش زيها خلاص رفض واكتئاب وانهيار ودمار. طيب هل دي عقليه هتخلينا سعداء؟ هتخلينا ننجح؟ هل دي عقليه ربنا بيحبها وبيبقى راضي عنها؟
لا. طب ايه يا رب العقلية التانية يا رب اللي بتلفت نظرنا واللي عايزنا يا رب نتعلمها؟ زي ما قلنا عقلية الوفرة، عقلية المرونة. خلي عندك مرونة. مرونة ان انت تتقبل ان الحاجات ليها اشكال كتير، في مسارات كتير ممكن توصل. انا لو قلت لاي حد فيكم عايزة احصل على رقم 10، 2 زائد 8 ب10، 5 زائد 5 ب10، 9 زائد 1 ب10، 7 زائد 3 ب10، في طرق كتير ممكن توصل لنفس الحاجة. لازم يبقى عندك مرونة. لكن فكرة الطريق الواحد لأ. طب هل ربنا يعني بيذلنا أو بيعاقبنا عايزنا اللي هو لأ ما تتشرطوش عليا وأنا ما حدش يرسم لي الطريق؟ أبدا، ده قمة الحب، لأن دي عقلية محدودة. الأمان إنك تبقى عندك عقلية مرنة، إنك يبقى عندك عقلية مؤمنة إن ربنا قادر وإن في وفرة. طب زي ما اتفقنا ربنا بيورينا ده وبيورينا الناحية التانية، قصص تانية تساعدنا نبني العقلية وطريقة التفكير اللي ربنا شايف إنها فعلا هتساعدنا وتخلينا ننجح. طب نشوف قصص زي إيه؟ لما نشوف قصة السيدة هاجر، لما سيدنا إبراهيم سابها وهي واقفة مع سيدنا إسماعيل، مفيش، خلاص عمالة بتلف رايحة بين الصفا والمروة، مفيش. فجأة ربنا عمل إيه؟ ماء زمزم انفجر. هل ده حل ممكن يخطر على بالك؟ هل ده شيء ممكن تتصوره؟ أبداً. بس ربنا بيقولك هو عليا هين. بلاش ترهق نفسك بحسابات عقلية بشرية، لأن وقت الحل أنا قادر أجيب لك الحل من أي حتة. نشوف قصة السيدة مريم إزاي تخلف السيدنا عيسى بس من غير متجوزة أصلا، هو عليا هين. ازاي سيدنا زكريا يجيب ابنه وهو اصلا راجل عجوز ما عندوش وامرأتي عاقر؟ مالكش دعوة، شيل حسابات البشر، هو علي هين. يا مريم أن هو علي هين، هو يرزق من يشاء بغير حساب. غزوة بدر يقول لك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، مش انتوا كده؟ ده 1000 بيغلبوا 2000 و100 بيغلبوا 200. مالكش دعوة، عمال يحكي لك قصص يقولك اطمن، في إله موجود، أنا قادر، أنا في ثانية بعرف أعملها. أنت عايز إيه؟ عايزها one way، حتة واحدة، أنت اللي هتبقى تعيس. عايز يبقى عندك مرونة ومصدق ومقتنع ومؤمن إن الحياة دي مليانة فرص ومليانة احتمالات ومليانة مسارات ومليانة أرزاق منتظرة أمر من ربنا كن فيكون. فلما ابقى عندي مرونه، انا بستقبل الحب من هنا واستقبل من هنا واستقبل من هنا. فاكرين لما قلنا في سلسله في الرحله الحلقه بتاعه لغات الحب الخمسه، وقلنا بلاش نضيق، واسع، وسعوا مسارات استقبال، ما تستقبلش بس من حته واحده. يبقى ربنا الرساله اللي عايز يديها لنا، اوعوا تعيشوا بالعقليه دي، العقليه المحدوده دي، وابتدوا بقى يلا يبقى عندنا مرونة وعندنا تسليم تاني لربنا. احنا عايزينها كده يا رب، ولكن لو ربنا جابها بطريقة تانية بشكل تاني، احنا جاهزين نستقبل يا رب، وعندنا مرونة وهنرضى وهنستمتع وهنشكر، علشان يا رب لئن شكرتم لأزيدنكم. واحنا خلاص بقينا واعيين الشيطان بيحاول يوقعنا فين ويعمل فينا ايه. اتفقنا يا حلوين؟ يبقى خلاص احنا عاملين اهو بنتكلم على عقليات وطرق تفكير اهو، وبنفتح كده عينينا في حياتنا. يا رب تكونوا بتستفيدوا من السلسلة بتاعتنا. بشكركم، هشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.